مدرسة الفن والهندسة؟ لا، مش نادي الزمالك دي اتفرجوا عليها في دكان كورة. اتكلم على مدرسة الفنون الجميلة من 116 سنة، وتحديدا زي النهاردة 12 مايو 1908 فتح الأمير يوسف كمال مدرسة الفنون الجميلة، وكانت في حي درب الجماميس بالسيدة زينب. الأمير يوسف كان عامل شروط صعبة لدخول المدرسة، بس كان واعد الطلاب إن اللي هيتفوق فيهم هيسافر باريس يدرس على حسابه. اتخرج من الدفعة الأولى للمدرسة فنانين كبار زي النحات محمود مختار والمصورين يوسف كامل ومحمد حسن. وفعلا وفى الامير يوسف بوعد وبعت محمود مختار يدرس في باريس، وهناك عمل اول مخطوطه لاهم تمثال في تاريخ مصر الحديث، تمثال نهضه مصر اللي كلمتكم عليه قبل كده. وسنه 1937 زود الامير كمال سنه اعدادي لسنين الدراسه الاربعه، وبقت الدراسه 5 سنين. وما بقاش كفايه انك تخلص الثانويه العامه علشان تدخل المدرسه، لا دي اتعملت اختبارات دقيقه للطلاب اللي عايزين يدخلوا المدرسه دي. وبعد ثوره يوليو تحديدا سنه 1961 اتسمت كليه الفنون الجميله وبقت تابعه لوزاره التعليم العالي، وفضل مكان المدرسه يتغير لحد ما وصل لدلوقتي في الزمالك، وبقى عندنا كليه للفنون الجميله، والفضل كله يرجع للبرنس يوسف كامل.